أهلا بكم. تشير آخر الخرائط المستندة إلى النماذج العددية العالمية إلى استمرار تدفق الرطوبة المدارية نحو المغرب نتيجة تحرك الفاصل المداري نحو الشمال. هذا الوضع الجوي المتوقع سيؤدي إلى ارتفاع في معدلات هطول الأمطار، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية. ومن المتوقع أن تشهد مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة زيادة واضحة في الأمطار الرعدية خلال الأيام المقبلة، حيث من الممكن أن تكون هذه الأمطار غزيرة ترافقها رياح قوية، برق ورعد، ما قد يتسبب في تشكل السيول والتسبب في أضرار مادية. ولن تقتصر هذه التأثيرات على مرتفعات الأطلس فقط، بل ستشمل أيضا المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث يتوقع أن تشهد نشاطا جويا مميزا مع تساقط أمطار متفرقة قد يصاحبها في بعض الأحيان تساقط البرد. كما أن المناطق الصحراوية ستكون متأثرة أيضا بهذه التغيرات الجوية، حيث يتوقع أن تسجل بعض المناطق في الأقاليم الجنوبية تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة.